بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بقت شبه يعني مؤكد انها راحله من الاهلي او راحله عن الاهلي. من الراحلين غالبا محمد يوسف كمدير رياضي هيرحل. ترب هيرحل بس بعد الموسم ما يخلص عشان عقده، عشان الشرط الجزائي. وليد صلاح الدين تم تجليده بالطريقه، يعني الكلام ان هو يكمل لغايه اخر الموسم، لكن منزلين له سيد عبد الحفيظ كده يعني مشرف عام على الكوره، طبعا بالطريقه اللي هو يعني ياخد جنب. شغل فاخر من الاخر الحقيقه. في برضه من المؤكد رحيلهم كامش، رغم خدماته اللي بيقدمها واخرها تصريحاته. يعني تصريحاته دي خدمات للاداره او للناس اللي عايز تمسك الاداره جديد، ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ. دي التصريحات خدمه ليهم، وغالبا خدمه مدفوعه الاجر. يعني ديانج برضه من ضمن الناس اللي غالبا سيد عبد الحفيظ ما عرفش يجادل ب 2 مليون دولار معاه، فكده كده راح غالبا يعني. محمد شكري باك الشمال ايضا هيرحل نهايه الموسم، وتاكا هيرحل نهايه الموسم، بن شرقي هيرحل نهايه الموسم، بن رمضان هيرحل نهايه الموسم. اعتقد في مشكله بالنسبه لامام عاشور، يعني امام عاشور عايز يرحل لكن الاداره مش عايزينه يرحل. هيبقى في مشكله كبيره جدا بالنسبه لامام عاشور، لانه لو عشان يقعدوه لازم يرضوه. حلوه يعني. عشان يقعدوه لازم يرضوه. امام عاشور لازم يتساوى بزيزو وتريزيجيه اذا كان عايزين يقعدوه. فانا اتصور ان هم يعني مستنيين يشوفوا اخر الموسم اللي هيحصل. من الصفقات الجديده اللي في كلام كتير على ان هم عايزين يجيبوها، وانه ياسين منصور وسعد حفيظ عايزين يجيبوا صفقات للموسم اللي جاي. ما انا مش فاهم دي صفقات ازاي الحقيقه. رامي ربيعه هو كان في الاهلي السنه اللي فاتت، عايزين يرجعوه. اكرم توفيق عايزين يرجعوه. وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم. حمدي فتحي برضه راجل كان في الاهلي من سنتين، ومحمد عبد المنعم برضه نفس الحكايه. اتصور انه طبعا ابراهيم عادل غالبا خلص الموضوع بتاعه، يعني الكوبري واضح. ابراهيم عادل كده كده في الاهلي السنه الجايه. لكن الاربع لعيبه اللي هم بيتكلموا عنهم سواء رامي ربيعه، اكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، دول كانوا اصلا موجودين في الاهلي. انت بترجعهم؟ طب يعني معنى كده انه خروجهم من الاهلي كان خطا. طب مين هيحاسب على الخطا؟ مفيش حد. المهم الجمهور يبقى مبسوط. لازم الاسامي اللي تيجي الاهلي لازم تكون معروفه لجمهور الاهلي عشان يحس بتغيير. ما ينفعش يبقى اسماء مبهمه مش عارفينها. فعشان كده هما بيحاولوا يعيدوا تدوير القديم. في كلام كمان عن الزمالك. الزمالك في كلام كتير قوي انه احمد عبد القادر السنه الجايه في الزمالك. وفي كلام حتى انه تم الاتفاق معاه على 35 مليون جنيه. 35 مليون جنيه طبعا يقال انه ممدوح عباس هو اللي هيدفعهم. يعني فغالبا يعني انا رايي انه يشوفوا فك القيد بتاع الزمالك، يعني ده اولى. لكن غالبا احمد عبد القادر في الزمالك السنه الجايه. في ماتش مصر والسعوديه شغال دلوقتي، مصر متقدمه 1-0. والماتش الحقيقه يعني واضح ان حسام بيجرب بعض اللعيبه الجديده برضه. وواضح كمان انه اداء مصر مش سيء. اداء مصر متماسك ومتوازن وجيد. هتكلم بعد ما يخلص الماتش على تفاصيل. اتصور انه الاهلي والزمالك بدل ما يدوروا على الصفقات الجديده بالشكل اللي فيه مكيده، ياخد احمد عبد القادر وممكن تلاقي الاهلي بيتفاوض مع حسام عبد المجيد او احمد فتوح. اتصور ان هم لازم يشوفوا حل للمكايده يعني صفقات الكيد دي لازم تنتهي. انا شخصيا مش مؤيد انه الزمالك يعني ياخد احمد عبد القادر. في 50 لاعب احسن منه، يعني اي حد احسن منه. انا احمد عبد القادر قاعد يجي سنه على الدكه. يعني يعني عقبال ما يرجع لمستواه. الموضوع هو بيلعب في العراق دلوقتي، بس ما حدش يضمن مستواه. يعني ما اعرفش مين بيتابع الدوري العراقي يعني، بس يعني ما حدش يضمن مستوى احمد عبد القادر. فنتمنى انه الانديه الكبيره تبعد عن صفقات الكيد والمكايد. شكرا جدا ليك.